آخر الأخبار طلعت إدلب هي دبي الثانية. هذا الحكي عن كلام بعض المؤثرين والمصورين على السوشيال ميديا. ما بنصور 2 مليون نازح بالمخيمات، نطلع بنصور المقاهي والمطاعم الفارهة، وبننسى الأطفال اللي قاعدة على باب المطاعم بدها ليرة بس مشان تأمن حق خبز لأهلها، تأمن حق لقمة عيش ياكلوا منها. نطلع بنصور دوارات، شبعنا تعمير دوارات ومولات ومقاهي وفتح محلات فارهة، وبتجي الشيء الأساسي هو إنيتو عندك 2 مليون نازح هدول بحاجة مساعدات بعد انقطاع الدعم التام عنهم. هدول مين بده يأمن لهم؟ مين؟ طيب رجعون لقراهم وبلداتهم، افتحوا معارك وجبهات. هدول الناس تعبت كثير، اقسم بالله العظيم. يعني انت عندك يمكن نسبة 10% هدول التجار اللي معهم اللي عم يفتحوا مقاهي ومولات. هلا بيطلع واحد بيقول لك ايش بدك فيه، هذا رزق وماله. ايه رزق وماله عيني وراسي، بس ما في داعي نضل نصور ونطالع. اقسم بالله العظيم يعني طول ما عم تقلب على المواقع التواصل الاجتماعي بتلاقي صور اكل ومطاعم وهاي، وبتيجي للشيء الاساسي انه في كثير ناس عم تشوف هذا الاكل او عم تشوف هدول المناظر وعم تشتهي تاكل وتطلع وتصير مثله. حط حالك وحط حال ابنك محلك، انه يشوف اكل ويشوف مال تياب ويشوف شغلات وما تقدر انت تأمن له اياهن. تمام؟ حطها بعقلك، حط حالك محل الاب بالمخيمات اللي عم يشوف اطفاله بحاجة الاكل والطعام وما عم يقدر يأمن لهم اي شيء بسبب عدم توفر المال. وانت معك والله رزقك وعيطيك، كون يد العون لغيرك. السلام عليكم.